لا اسعار عاديه متوسطه كاو. بالنسبه للغله جويده مازال طايحه جديده، اسواقها مازالت ماشيه وتركز ماشيه وتطيح. كل ما تزيد نهارات تزيد السخانه تزيد تطيح اكثر واكثر. عندنا هامش ربح 15% نتبعوا فيه وكا، ماذا بينا نخدموا على الكونتيتي اكثر وقت، خاطر عندنا جماعه تخلقنا لبرا احنا نخدموا ماذا بينا على الكونتيتي. ثم باقي الاسواق باش تطيح بقدره ربي في رمضان تبدا في تنبك الغله والخضره في التنبك نتاعها، فهمتي كيفاش؟ الغله تطيح اكثر واكثر، ثم اسواق في رمضان بقدره ربي اقل. هكاك غالي شويه. غالي. شنو شريت انت؟ انا شريتها شوف كعبه خس ب 1200 صغير على الاخر، وشريت نعناع وشريت شويه توتر طلب ديناري، لوبيا الخضراء ما نجموهاش، لوبيا فصاصه ما نجموهاش، القناويه ما نجموهاش، برشا حاجات نشوفوهم ونتعدوا بصراحه. انا ناخذ 30,000 باش نهبط من نقدي، ما تقديليش نروح بالقفه فارغه بالحق. راه كنت ناخذ حاجه كيلو في العاد نتاع بكري، توا حاجه كل حاجه ناخذ منها رطل ما نوصلش. عندي العلوش عندنا ما شاء الله، عندنا اللحم البقري عندنا ما شاء الله. اما الاحتكار خويا، وهذا فلان وهذا فلان وهذا دوخ عليه على الصنعه، لا تيري عليه رخص لي خلينا ناكل. الحمله الشعواء اللي صارت الايامات هذه على حاشاكم واكرمكم الله على الحمله بيم والحم كذا والحم كذا، بالله ما بينا نفتح قوس. بالنسبه لهنا احنا كمارشريانا مسابقه على المستحيلات باش تلقى الحم بيم. نحكي معاك انا كرئيس نقابه، رئيس الغرفه الجهويه بولايه تريانا. سوم الدجاج الحاكم توا بالنسبه للدجاج مسعره ب 4990. توا الدجاج تحت التسعيره قاعد يخدم ب 4590 و 4690، فهمتني؟ دجاج موجود تبارك الله واسواق مناسبه. شفت الفاتوره هذه تجينا معها ورقه التويل، معناها امورها واضحه 5 انا كي نبدا نبيع في حاجه يبدا ضميري مرتاح، والوكيل زاد كي يجيني ياخذ من عندي زاد يبدا مقتنع، فهمني؟ بينما توا اللي يذبحوا لرواحهم واللي قاعدين ما غير مراقبه ما غير حتى شيء، فهمني؟ هذاك الاشكال اللي يخوف. سعر الدجاج مازال في المتناول التونسي المتوسط، واللي يحشم وقت اللي يشوف سعر مشت من الأحسن ما يشريش. علاش؟ خاطر هو كي يشري عنده الإمكانية باش يشري، اللي يبدا زوال وما عندوش يقعد يغزو مسكين ويتعدى. قفت التونسي ثم حاجات اللي دخلت ولات دخيلة، هو اللي احنا ناكلوا في الخضر مش في الموسم نتاعها، وكي تبدا مش الموسم نتاعها تبدا غالية. قبل كنا ناكلوا الخضره كل حاجه في وقتها، والناس اللي قبلنا احنا كانوا يعاولوا يحضروا ويلاقوا الامور. ما فهمتش علاش القناويه ال 100 جرام ب 5000 باش ناخوها انا ما ساعدنيش. الطاسه هذيك ب 7000 عندنا ما كان الخشين الطاسه ب 3000. تو ما تراش اللي هو غالي شويه على المول؟ والله عارفه غالي، اما نحن البيت نشرو فيه غالي، راه نشرو فيه كيلو ب 15000، عندنا فيه كيلو بدينار. خاطر برشا يتشكوا يقول لك خويا اللقاط خايفين من الجبل وما يدخلوش للجبل باش يلقطوا كل مره كيفاش. هذاك هذا يلقطوا فيه من الجبولات هذا. نعرفوا اللي رمضان هو شهر نتاع استهلاك كبير، ومعاه مواسم استهلاكيه توا في السنوات هذه، كل رمضان يجي في قلب المواسم الاستهلاكيه. على هالاساس هذا وقع برمجه تخزين 55 مليون لتر حليب لحد تاريخ امس الاثنين
وصلنا ل 49 مليون إيترا، وهذا ديجا يفوت الرقم اللي سجلناه السنة الماضية تقريبا بأكثر من 10 مليون إيترا، لأنه في السنة الماضية وصلنا ل 7 مليون إيترا خزناها، وتعدينا رمضان لاباس، وتعدينا حتى الفترة متاع التحليب معناتها انخفاض التحليب. بالنسبة لبقية المخزونات نقول أنه في رمضان السنة باش يجي في قلب الانتاج الفلاحي نتاعنا، يعني باش يجي في قلب الموسم نتاع الانتاج الفلاحي الصيفي، يعني في البطاطا في كل شيء باش تكون الانتاج نتاعنا يفوق الحاجيات. دونك حتى في البطاطا احنا مبرمجين مخزونات نتاع 40 ألف طن، وهذه باش تكون إلى ما بعد رمضان المفروض، معناتها باش تكون الحاجيات نتاعنا وقت اللي تجي الفجوة اللي نتاع الخريف هذيك نولي وقت نلتجئوا لهم. بالنسبة للبيض اعتدنا في السنوات الماضية وأنه نخزنوا تقريبا 40 مليون بيضة 45 مليون بيضة. السنة ماناش باش نخزنوا 45، باش نخزنوا 20 مليون بيضة فقط، لأنه نبداو احنا بالحاجيات نتاعنا في رمضان. في رمضان الحاجيات نتاعنا توصل ل 190 مليون 193 مليون بيضة. الانتاج نتاعنا السنة في البيض مرتفع، السنة ننتج تقريبا 198 مليون بيضة في الشهر، ولذا احنا برمجنا 20 مليون نتاع احتياط فقط، لانه الانتاج نتاعنا يفوق حاجياتنا، دونك ما عندناش اشكال. وحتى الاسعار نتاع البيض قاعده ترى اليوم في انخفاضات كبيره نشوفوا فيها في الاسواق، على اعتبار وانه العرض اكبر برشا من الطلب. دونك هذا بالنسبه للبيض. بالنسبه للحوم البيضاء نفس الشيء، احنا الانتاج نتاع الاستهلاك نتاعنا في حدود 11500 طن من اللحوم البيضاء، احنا اليوم ننتج 13000 طن في الشهر، دونك عندنا فايض نتاع 1500، ورغم هذايا عملنا مخزون احتياطي نتاع تقريبا 2000 طن، اليوم وصلنا ل 1800 طن اللي هي مخزنه من اللحوم البيضاء، ولذا معناتها في رمضان باش تكون كيف العرض اكثر من الطلب. بالنسبه للغلال نقولوا التمور اللي هي يمكن من الغلال اللي يقع استهلاكها، عندنا آلاف الأطنان اليوم اللي هي مخزنة باش تخرج في رمضان، وباش يقع إن شاء الله على مستوى وزارة التجارة النظر في إمكانية تحديد سقف نتاع أسعار، باش هكاك يكون المستهلك التونسي يلقى التمور متوفرة بالكميات الضرورية وبالأسعار اللي هي في قد انتظارات. إذا كان ثم حاجات يتصلوا بنا على الرقم الأخضر اللي هو 80 100 191، وإذا كان اقتضى الأمر أنه احنا نقطعوهم الناس هذوما، نقطعوهم نهار تو غدوة يبيعوا المعدنوس ب 100 مليم. اي مواطن صار له تجاوز عند العطار، عند الخضار، عند الززار، عند القهوجي اللي شركه مزدية خدمات كذا، يعلم عليها ما يخسر حتى شيء. باش يتكلم يعمل لك الهاتف هذاك ينزل عليها باش يلقى روحه 24 على 24 مع منظمه دفاع المستهلك 7 سور 7 معناتها بالعياد بالحد بالسبت بالليل بالنهار باش تلقى شكون يجاوبك وياخذ التدخل نتاعك. التدخل نتاعك هذاك يصير باش يتحط في تقارير، والتقارير هذه تتنقل كان ادارات الجهويه تمشي للادارات الجهويه، على خاطر هو من اي نقطه من الجمهوريه باش يكلمك. اليوم نحن في منظمه دفاع المستهلك اليوم تحضير رمضان، قبل لهنا 3 جمعات من رمضان، اليوم اش نعمل؟ اليوم قاعدين نقيموا اش فماش حاجه ناقصه، ندخلوا مع مكاتبنا الجهويه اسكو فماشي في ولايه من الولايات ماده استهلاكيه اللي جايه قدم عليها رمضان وناقصه، نحاولوا باش نسمع. اذا في صوره ما لقينا ماده من المواد ناقصه من غاديكا باش نعلموا وزاره التجاره ولا وزاره الفلاحه وندخلوا معاهم نقولوا لهم راهو فما ماده من المواد اللي راهو في الولايه الفلانيه راهو ناقصه، ومن غاديكا يتم معناتها تم تحرك ونشوفوا كيفاش اذا تلقى فما ولايه عندها الكميات كبيره معناتها موجوده نتاع نوع من انواع الخضر ولا الغلال ولا ماده اللي قاعدين نستهلكوا فيها، وولايه اخرى ما فماش، من غادي تتنقل ونضغطوا شويه باش يمشيوا يوصلوا لهم معناتها وما نخليهمش ناقصين. البطاطا والبصل سعرتهم وزاره التجاره اللي هما لازمهم يتباعوا ب 850 و 750 البطاطا. باهي فما تجاوز قاعده تتباع ب 900 وب 800 وب 980 وبدينار ريناها نهارين هذوما، لكن فما بعض التجار اللي استجابوا معناتها للسعر هذايا. قاعده الفلفل والطماطم اللي قاعد يتباع ب 1100 فرنك وب 12% قاعده تباع الطماطم. باهي اللي راوها نحن الوقت معناتها سوم ماهوش غالي، لكن نحن كمنظمه قاعدين نحبوه يزيد يتراجع. ولكن اليوم مش عندنا رمضان ان شاء الله على الابواب،
وكثره الانتاج اللي باش تكون في الفلفل والطماطم معناتها في البريود هذيك معناتها السعر نتاعها باش يكون معناتها رخيص بحول الله. اليوم اللي نوعد به التوانسه نقول لهم من فضلكم نبعدوا على اللهفه، على خاطر راهو كل شيء موجود. العظم موجود بكمياته، الحليب موجود، اللحوم البيضاء موجوده، واللحوم الحمراء موجوده، والخضار موجوده. علاش باش نعملوا هاللهفه هذيا؟ واللهفه هذه هي اللي سبت لنا في الارتفاع في الاسعار وفي المضاربين هذوما اللي باش يخبيوا برشا سلع. اذا نحن لهفنا راهو هذا كل موجود، نخليه عند التاجر يوميا، نهبط نقضي قضيتي باش نلقى راهو القضيه والاسوام بحول الله باش نلقاوها في تراجع.